احنا يا نهار اسود، رجعوني المشتته بتاعتي. دي هي اسرع عربيه في العالم، بتوصل لسرعه 500. انت متخيل الرقم؟ تعالوا نتفرج عليها بسرعه كده. يانج وانج يو 9. ويانج وانج هو سب براند من بي واي دي لكجري اكتر، واليو 9 تعتبر اول سوبر كار من الشركه، ومن اول محاوله قدروا يعملوا اسرع عربيه في العالم، وده اعجاز بصراحه. النسخه الستاندرد بتاعت العربيه دي اللي هي فتح كلام يعني بتبقى 970 واط، ما يعادل 1300 حصان و1680 تورك، ومن 0 ل 100 في 2.36 سكندز. ونسخه التراكات بتاعتها اسمها اكستريم، بتطلع 3000 حصان وبتوصل لسرعه 496 كيلومتر في الساعه، وده رقم قياسي. وفي حلبة نوربرجرينج قدرت تعمل لاب تايم تحت ال7 ثواني، وده برضه رقم قياسي لعربية كهرباء. واما ركبت العربية دي على التراك ده كان رياكشن، بس احنا يا يا نهار اسود، رجعوني المشتته بتاعتي. كل العربيات فيها موتور او موتورين، دي فيها 4 مواتير، موتور لكل عجله، وده بيدي مستوى ثبات وهاندلنج مش طبيعي. وانا كمان كنت من الناس القليله اللي خدت الفرصه ان انا اسوق العربيه دي على التراك، وكنت بجد منبهر ومش مصدق وخايف كمان، مش هكدب عليكم. بتيجي بنظام سسبنشن اسمه دزيوسس اكس، يا رب اكون منطقه صح، وده بيخلي العربيه ترقص وتتنطط، ايوه زي ما سمعت كده، وهوريكم عملي. وخامات واوبشنز العربيه دي طبعا مش محتاجه كلام، كلها كربون فايبر والكنتارا ودلع. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو الصفاصيف، سعر العربيه دي حوالي ربع مليون دولار، واتمنى نشوفها في مصر في يوم من الايام، خصوصا ان بي واي دي قريبا جدا هيبقى ليها وكيل رسمي في مصر.